عايز اقول ان العاصمة الادارية دي فنكوش واكبر فنكوش في 2025. العاصمة الادارية لا ينفع تتسكن ولا ينفع تقعد فيها. يعني انت بس محتاج علشان توصل لها سنين ضوئية. الطريق بتاعها بس لوحده يعني الله المعين. فانا حبيت النهاردة كده اخدكم في رحلة تشوف العاصمة الادارية عاملة ازاي، علشان الكلام الكتير ان هي العاصمة الادارية حلوة وان هي ينفع تسكن فيها وان العاصمه الاداريه كويسه وقريبه. فكل الكلام ده خلاني ان انا مش هينفع اسكت، لازم اوري لك العاصمه الاداريه النهارده. فيلا بينا نشوف العاصمه الاداريه الوضع فيها عامل ازاي النهارده. الفيديو ده النهارده بتاريخ 10/6/2025. خليك عارف برضه يعني في كارتة 10 جنيه كده. احنا عند بوابة مدينتي دلوقتي، هندخل على بوابة العاصمة الإدارية. حاليا احنا عدينا يعتبر خلاص مدينتي وداخلين على بوابة العاصمة الإدارية، ودي يعتبر من البوابات الرئيسية للعاصمة من على طريق السويس. في بوابات تانية للعاصمة الإدارية زي فين؟ في عندك من طريق السخنة، وفي تقريبا بوابتين كمان من طريق الدائري. ده كده أول مدخل معانا من على طريق السويس للعاصمة الإدارية. ده يعتبر اللي هو محور الأمل. احنا تقريبا كده بمجرد ما دخلنا من هنا احنا جنب مدينتي مباشرة. وهنا احنا كده وصلنا عند بوابة العاصمة الإدارية. الطريق بتاع محور الأمل خد مننا بالظبط دقيقتين. هنا بقى على يميننا كده دي المدينة الرياضية والمدينة الأولمبية والحي الثالث. الحي الثالث ده يعتبر من أكتر الأحياء اللي هي ساكنة حاليا في قلب العاصمة الإدارية، بخلاف طبعا الميدان اللي احنا موجودين عليه حاليا وهو ميدان الام يو 23. خليني اقول لك ان دي منطقة الخدمات الخاصة بالعاصمة الإدارية، واللي فيها كل المولات اللي بتخدم على العاصمة الإدارية، ومنها مولات النهاردة شغالة وخلصانة كلها بالفعل، ومنها مولات النهاردة شغالة كلها. خلاف طبعا ان احنا هندخل دلوقتي وهنشوف الحي من جوه شكله عامل ازاي. احنا كده هنا دخلنا في قلب الحي الثالث. الحي الثالث اشهر حاجه موجوده فيه وهو ده كومباوند المقصد التابع لشركه سيتي ايدج. وخليني اقول لك ان هو من الاماكن المميزه جدا، خاصه ان هو بيسلم الشقق اللي هنا موجوده متشطبه بالكامل استلام فوري، وبتكون قسط على 10 سنين. حاجه كده فيها ريحه الدولار ابو 10 جنيه. هنكمل بقى مع بعض دلوقتي جوله كده في قلب الحي الثالث ونشوف شكل المكان عامل ازاي وطبيعه الحياه اللي موجوده هنا شكلها عامل ازاي. خليني اقول لك ان كمان عندك هنا مجموعه مدارس شغاله كلها بالفعل بقالها اكتر من 4 سنين. هنا تحديدا انا هقدر اجيب لك شقه، الشقه دي متشطبه بالكامل وتقسطها على 10 سنين وتستلمها النهارده استلام فوري بمقدم 350 الف جنيه. هجيب لك شقه هنا في المكان ده وهتقسطها على 10 سنين استلام فوري متشطبه. المطور اسم كبير ومعروف في قلب العاصمه الاداريه، وكمان بيطور مع الدوله. خليني اقول لك ان الميزه النهارده هنا ان انا اقدر اجيب لك شقه في قلب الكومباوند ده متشطبه بالكامل استلام فوري وتقسطها على 10 سنين. الشقه بتكون بمقدم 350 الف جنيه قسط على 10 سنين. كومباوند المقصد ده تقريبا بمساحه 500 فدان في قلب العاصمه الاداريه، ومتقسم لثلاث مراحل. مرحلتين بيكونوا فيلات ومرحله بتكون عمارات اللي احنا تقريبا صورنا وشفناها يعني. وده الجزء الخاص بالفيلات. والكومباوند بالكامل حاليا هو ساكن. كومباوند المقصد دخله كل المرافق، عندي فيه الحياه كامله، تقدر ان انت تسكن وتعيش هنا في قلب الحي الثالث.
كمان في قلب العاصمة الإدارية هتلاقي بنزينة، هتلاقي خدماتك، كل اللي انت محتاجه في قلب العاصمة موجود. أنا النهاردة أهو موجود في قلب الحي الثالث في قلب بنزينة فيها خدماتك عادي. من الحي الأول للحي السادس دي كلها تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية. البيع اللي اتطرح فيها يعتبر في الحي الثالث والحي الخامس بس. بس هي كلها بالكامل مبنية ومتشطبة، وأغلبها هتتسلم خلال الفترة الجاية. طيب خليني اقول لك سريعا كده منطقه الاعمال المركزيه او السي بي دي اللي هنشوفها دلوقتي. المنطقه دي مميزه قوي. ليه المنطقه دي؟ خليني اقول لك ان هي ارتفاعاتها بتبدا من اول 55 دور. بالنسبه للابراج بيتوسطهم طبعا البرج الايقوني اللي هو يعتبر مؤخرا هيبقى وجهه سياحيه لمصر. البرج الايقوني بارتفاع 99 دور تقريبا، ودي اللي بتديره مجموعه الشركات الصينيه. من المميز جدا ان انت تشتري النهارده في منطقه السي بي دي. لو انت بتفكر في استثمار، الاستثمار ده يكون تجاري. الاعمال المركزيه النهارده المنطقه لسه اسعارها في البدايه. الاستثمار فيها في عامل مميز قوي من عوامل الاستثمار، وهو عامل الندره. منطقه السي بي دي او الاعمال المركزيه بالكامل تحت اداره الشركات الصينيه. فخليني اقول لك ان استثمارك فيها النهارده مضمون 100%. فيها محلات تجاريه ومكاتب اداريه للناس اللي بتفكر في استثمار، بمقدمات من اول مليون جنيه واقساط بتوصل لحد 10 سنين، مع مطورين واسامي كبار موجودين في قلب العاصمه الاداريه وليهم سابقه اعمال على ارض الواقع. وهنشوف كل ده النهارده مع بعض. خليني اقول لكم ان الدخول لقلب منطقه الابراج في العاصمه الاداريه هو يكاد يكون مستحيل، ولكن هحاول النهارده ان احنا ندخل ونشوف الوضع من قلب الابراج جوه، ونحاول كمان نصور الجزء الداخلي. انا حاولت كده سريعا نشوف الجزء الخاص بمنطقه السي بي دي. بس الجزء ده خليني اقول لك ان هو يعتبر من اكتر المناطق اللي صراحه لما هتدخلها هتنبهر. الموضوع كمان على ارض الواقع، يعني خليني اقول لك ان هو مبهر لدرجه انت لا تتخيلها. الدخول جوه مهمه قوميه، بس مش خساره فيكم والله. حاليا بقى هندخل على منطقه تانية في قلب العاصمه الاداريه، من عند منطقة التنزه والتسوق والداون تاون والحي الحكومي والحي المالي. من هنا كده احنا داخلين معانا على منطقة الحي الحكومي والحي المالي. وخليني اقول لك ان المنطقة دي برضو من المناطق المميزة في الاستثمار. وسط البلد النهاردة اتنقلت عندك في قلب العاصمة الإدارية، وده مش كلام، ده فعليا. يعني احنا زي ما احنا شايفين كده على يميننا هنا ده كده البنك المركزي. البنك المركزي خلاص على وشك التشغيل. عندي كمان هنا دي ده شارع الحي المالي اللي فيه يعتبر كل البنوك. كل البنوك موجودة هنا، البنوك الفروع الرئيسية للبنوك.
فرصة اوعى تفوتها. اشتري محل هنا النهاردة بمليون جنيه، والمحل ده بيجيب لك عائد في الشهر 37,000 جنيه، وتقدر كمان تقسطه على 10 سنين. المول ده شغال بالفعل في قلب العاصمة الإدارية، مولات بالكامل شغالة النهاردة في قلب العاصمة الإدارية. فخليني أقول لك إن دي فرصة مميزة قوي. ليه؟ أنت النهاردة بتفكر تحديدا في استثمار عقاري في مصر، مش هتلاقي أفضل من إن أنت تشتري محل تجاري، خاصة لو المحل ده يكون متأجر لبراند من دي 1. العاصمة الإدارية بكل المقاييس يعني مبهرة جدا، بس معرفش مين صاحب فكرة إن الشوارع الداخلية للحي الحكومي تتعمل انترلوك. يعني انت بتدخل هنا تمام، يعني تدخل عايز تخرج بالعربية على طول تروح تغير عفشة، ما تستناش. صاحب فكرة ان الشوارع الداخلية تتعمل هنا انترلوك، انا مش عارف بصراحة يعني هو كان بيفكر ازاي، بس بكل المقاييس يعني هي انجاز بالنسبة لنا. من الحاجات كمان المميزة وهو ال LRT. ال LRT النهاردة هو موجود وشغال من أول محطة عدلي منصور في قلب تقريبا موقف العاشر، واللي بتجيبك هنا لحد العاصمة الإدارية في قلب الحي الحكومي. ففكرة المواصلات من وإلى العاصمة الإدارية سهلة جدا جدا. دلوقتي بقى هندخل على منطقة الار 7، وهي منطقة صراحة من المناطق المميزة جدا في قلب العاصمة الإدارية، واللي أنا شخصيا يعني بفضلها بالنسبة للسكن والاستثمار، سواء بقى محلات تجارية أو شقق سكنية أو فيلات. مش هنقول أنت لسه في البداية، بس إلى حد ما لسه في أوفرات مميزة نقدر إن احنا النهاردة نشوفها. هنا ده الجزء الخاص بالكاتدرائية في العاصمة الإدارية، وهي يعتبر برضو من أميز الأماكن الموجودة هنا. احنا النهاردة كده تقريبا جولتنا في قلب العاصمة الإدارية خلصت. خليني أقول لك إن الأوفرات الموجودة النهاردة في قلب العاصمة الإدارية مش هتتكرر، سواء بقى في السكني أو في الاستثمار التجاري أو الإداري أو حتى الفندقي والطبي. كل ده النهاردة موجود معايا. حبيت أنهي الفيديو بتاعنا ويخلص من هنا. المنطقة دي مميزة قوي. اللي أنا حبيت أوصله في الفيديو ده إيه؟ رسالة بسيطة، وهي إن أنت لما تيجي تسمع كلام معين لازم تطابق الكلام ده بأرض الواقع وتشوف بعينك. أنا أحمد عامر، أنا كنت معاكم النهاردة في فلوج من قلب العاصمة الإدارية. لو عاوز تعرف تفاصيل أكتر عن الأوفرات المتاحة والعروض الموجودة في قلب العاصمة الإدارية على الشقق السكنية تحديدا، كلمني النهاردة على طول وأنا هكون معاك.